حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده طبعا انا هعمل معاكم جلاش على السريع. جلاش حلو. طبعا انا عايزه اعرف انت بتتابعيني من انهي بلد، واللايك بتاعك الجميل والكومنت بتاعك الحلو طبعا اللي بيشجعني دايما ان انا اطلع معاكم وان انا اوريكم كل جديد. تمام. الجلاش بتاعنا النهارده مش هيبقى متعب معاكي زي كل مره بتعمليه، لا. المره دي بقى انا اللي هخليكي تحطي ما بين كل طبقه وطبقه سمنه ولا الكلام ده. هخليكي تعمليه في دقايق بالظبط، وهيطلع معاكي مذهل. وطبعا مش هتشتري اي حاجه حلوه من الشارع، لا، هتعمليها في البيت وبتكلفه بسيطه جدا. كل حاجه موجوده في بيتنا، هو لفه جلاش بسيطه كده وهي كوبايه لبن. انا عملت جنب معايا بالمهلبيه وجنب معايا بالمكسرات. تمام. واديكوا شايفين الشكل من جوه عامل ازاي، كان حاجه فظيعه. يلا بينا بقى نروح نشوف هنعمل ايه. انا جبت الصينيه بتاعتي وابتديت بقى ان انا احط لها من تحت شويه سمنه على زيت. انا طبعا بحب افضل السمنه البلدي في الحلويات، بتبقى طعمها تحفه. وابتديت بقى ان انا احط الجلاش بشكل عشوائي كده، لا رصيت ولا جهزت ولا عملت اي حاجه خالص. زي ما انتوا شايفين، ولا دهنت ما بين طبقه وطبقه سمنه زي ما انتوا بتبقوا عارفين الجلاش غلبه وكده. لا، انا هقولك على طريقه النهارده بجد هتعجبك قوي. بس انا عايزه منك طبعا شير للفيديو بتاعنا واللايك الحلو بتاعك، وتقولي لي انت بتتابعيني من انهي بلد. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين، انا رصيت الجلاش كده باي شكل. اي حاجه رصي، حتى لو هتحطي نصها ونصها مره واحده ما يهمكيش. انا هخليكي تطلعي بالاخر من نتيجه مظبوطه. طبعا هتقولوا ايه اللي هي بتعمله ده؟ لا، دي المهلبيه اللي انا عملتها، اللي هي طبعا الناس كلها بتعرف تعملها. كوبايه لبن على معلقه نشا، وهتحطيها على البوتاجاز لما تتماسك. ما رضيتش اطول عليكم الفيديو لان انا من الناس اللي ما بحبش الفيديوهات تبقى طويله قوي، بتحس ان انا ايه، عايزه اخلص واشوف اللي بعد كده هيبقى ايه. تمام. انا عندي جنبي كان بيحب حشوه المهلبيه، والجنب التاني كان بيحب المكسرات. فطبعا قدرت ان انا اعملها هي صينيه واحده وتطلع بنفس النتيجه المضمونه، لان الست الشاطره طبعا هي بتقدر تعمل اي حاجه. ابتديت بقى احط الجنب التاني المكسرات بتاعتي سوداني وجوز الهند، والجنب التاني قلت لا، ما حرموش من السوداني والجوز الهند، لازم اديله شويه برضك عشان الدنيا تبقى متظبطه معايا. ونزلت على طول بنص لفه الجلاش التانيه بشكل عشوائي زي ما انتم شايفين، حطيتها كلها مره واحده. هتقولوا ايه اللي هي بتعمله ده؟ هقول لكم انا هعمل ايه دلوقتي. هتجيبي بقى معاكي صينيه كده او طبق يكون فيه سمنه بتغلي جامد على البوتاجاز، وتقطعي طبعا الجلاش معاكي الحتت زي ما انت شايفاها كده. التركايه دي هي الجلاش كله. لا طبعا انا مش هقعد بقى احط ما بين كل طبق وطبق سمنه، عايزه اخلص، يعني عايزه انجز كده. هنعمل ايه بقى؟ شفتوا السمنه؟ شايفه بتنزل تعمل ازاي على الجلاش؟ السمنه دي بتقدح حرفيا، يعني بتغلي. يعني انا موصله السمنه بتاعتي ان هي تكون بتغلي على البوتاجاز بتاعي. بتقدح جامد زي ما انتم شايفين كده. خليت السمنه بتاعي تفور. خليتها طبعا زي ما انتم شايفين احطها على الجلاش، احس ان هي بتعمل طشه كده. وده الشربات بتاعي. جبت كوبايه سكر على كوبايه ميه على نص ليمونه. تمام. وابتديت بقى ان انا هعصر نص الليمونه بتاعتي عصره بسيطه كده. تمام. وجبت ده سكر جلوكوز بيخلي الشربات بتاعي ما يمسكش خالص وما يعقدش معايا زي ما انتوا شايفين. وابتدي بقى ان انا ايه، اسيبه على النار معايا ربع ساعه بالظبط. خلاص هو كده طبعا طلع، وانا سقيته الشربات بتاعه واستوى. شايفين الشكل بتاعه عامل ازاي؟ اكيد بيتحدث عن نفسه. تركات الفيديو دي كلها بتتلخص بحاجه واحده بس، ان السمنه بتاعتي تبقى مقدوحه جامد، وارشها على الجلاش كله مره واحده بعد ما اقطعه. يا ريت بقى تدعموني بلايك معاكم ومشاركه الفيديو. السلام عليكم.